طيب حاضر، هننقل. لا اللي اتكلم ادي فرصه للي ما اتكلمش ارجوك. اتفضل. شادي عبد اللطيف، عضو لجنه الشؤون السياسيه بنقابه محامين مصر واحد شباب التحرير في الموجه الثانيه للثوره. فندم، احنا اولا بنثني على لجنه الخبراء لتعديلها الماده 51 لانها فصلت الاحزاب والجمعيات، فصلت الاحزاب عن الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ده اولا. ثانيا يا فندم، انا شايف ان احنا محتاجين حاجه تجرم التحايل على مواد الدستور، لان انا هنا مثلا عندي مكتوب في الماده 51 لا يجوز مباشره اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسيه على اساس ديني. انا النهارده لو جيت اكلم حزب الحريه والعداله هيقول لي اساس ديني ازاي وانا عندي احد الاقباط في هيئه الحزب؟ طب ما هو كده بيتحايل عليا. ده نفس الموضوع برضو خاص بجزئيه ال 50% عمال. في حضرتك طبعا كلنا عارفين التحايلات اللي بيتم فيها كثير من التحايل، حيث انه بيبقى دكتور جامعه او اللي هو سابق في القوات المسلحه او في الشرطه وبيعمل حيازه ارض وبيقول انا فلاح وهو اساسا مش فلاح. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه يا فندم، انا شايف ان المجالس المتخصصه، انا شخصيا رحت من فتره بسيطه جدا على المجلس القومي لحقوق الانسان وطلبت منهم اتطوع في اي عمل خدمي. قالوا لي لا، ده احنا كلنا موظفين دوله. انا الكلمه دي يعني انا اسف، هي انا ما اعرفش ازاي. يعني انا لما رحت انا بقول له انا عايز اتطوع في اي حاجه، شغلني في اي حاجه، انا مش عايز منك فلوس، مش عايز منك اي حاجه، انا عايز اخدم مش اكتر. قال لي لا، ده احنا كلنا موظفين دوله وكلنا بيتم تعييننا. يعني هل هو مثلا بيروح يجيب موظف من الري يشغله هناك عنده في المجلس القومي لحقوق الانسان؟ الجزئيه دي انا عايز افهمها. وكان في موضوع كان اثير قبل كده في نقابه المحامين ان احنا محتاجين ان كل اسم شرطه في مصر يبقى فيه عضو من، سواء بقى من نقابه المحامين او المجلس القومي لحقوق الانسان. العضو ده يبقى مهمته مباشره حقوق المواطن او حقوق الانسان داخل القسم. الموضوع ده لو اتفعل هيفرق كتير جدا معانا، هيعمل رقابه. النهارده لما حضرتك بتدخل اي اسم بتلاقي كل ضابط شرطه حاطط وراه يافطه كبيره كده ان هو خد شهاده في حقوق الانسان او خد دوره او خد، بس هو ضابط شرطه. انا محتاج واحد من بره ياخد نفس الدوره ويجي يقعد عنده يراقب عليه، مش هو اللي يراقب على نفسه. وشكرا يا فندم. شكرا. اتفضل.